مساء الخير أو صباح الخير، على حسب انتوا بتسمعونا امتى. أنا ممدوح، ودي حلقتنا الأولى من برنامج المكالمة الأخيرة، البرنامج اللي بنستقبل فيه مكالماتكم، حكاياتكم، وأحياناً حاجات عمرها ما كان مفروض تتقال على الهوا. كل ليلة بنسمع قصص، بعضها عادي وبعضها غريب، وبعضها يخليك تسأل نفسك: هو اللي احنا بنسمعه ده حقيقي ولا عقلنا بيخترع؟ بس النهاردة عندي إحساس مش مريح خالص، لأن في مكالمة جت ما تراجعتش قبل البث، والمشكلة الأكبر إنها لسه شغالة. قبل ما نبدأ لازم أقول إن أي مكالمة بتجيلنا بنراجعها الأول، بس المكالمة دي ما كانش فيه وقت نراجعها، لأنها ببساطة جت وفتحت لوحدها. واضح إننا معانا أول مكالمة النهاردة، خلينا نشوف مين معانا. ألو، بالله عليكم حد يسمعني؟ معاكي على الهوا، اهدي وخدي نفسك. اسمك إيه؟ مش مهم اسمي دلوقتي، أنا حاسة بحاجة بتراقبني. طيب اهدي واحكي لي من الأول، إيه اللي حصل؟ أنا قاعدة في البيت لوحدي، أو كنت لوحدي. من حوالي ساعة سمعت صوت راديو شغال في أوضة فاضية، رحت أقفله، ما لقيتوش أصلا شغال، بس الصوت كان لسه شغال. يمكن تداخل موجات أو جهاز قديم عند الجيران. لا، الموضوع مش كده، الصوت كان بيتكلم عني. بيتكلم عنك؟ يعني إيه؟ كان بيقول هي دلوقتي واقفة عند الباب التاني مش الباب الرئيسي، والمشكلة إني فعلا كنت واقفة عند الباب التاني. أنت متأكدة إن مفيش حد معاكي في البيت؟ أنا قفلت كل حاجة بالمفتاح، بس الصوت دلوقتي بيقول حاجة تانية، بيقول هي ساكنة في شقة رقم 9. أنا ساكنة في شقة رقم 9 فعلا. طيب في حد ممكن يكون بيراقبك؟ كاميرات؟ جيران؟ مش ده المهم، المهم إن الصوت دلوقتي بدأ يقلد صوتي. هو بيقول دلوقتي أنت معايا؟ هو مش معاها دلوقتي، هو سمعها وهي جواه. ألو، ارجعي. ممدوح، هو عارف اسمك دلوقتي. انتي عارفاني ازاي؟ أنا معرفكش، هو اللي عرفك. في حاجة غلط في الخط، احنا هنقفل المكالمة ونحاول نساعدك. ما تقفلش، لو قفلت هتسمعني تاني، بس مش أنا اللي هتكلم. ايه اللي عندك هناك؟ هو عند الباب، بس الباب مفتوح. أنا قفلت الباب، أنا متأكدة. أنا مش فاهم اللي حصل، المكالمة اتقطعت، بس الغريب إنها كانت شغالة على جهازين في نفس الوقت. لو في حد لسه سمعني، إحنا هنقفل الحلقة هنا. صوت راديو بعيد، المكالمة الأخيرة لم تنتهي بعد. أنا ممدوح، ودي كانت المكالمة الأخيرة، بس الحقيقة مش متأكد مين كان بيتكلم مع مين. ولو سمعت راديو شغال لوحده بالليل ما تردش.